هي نضاليه. المشكل ديال المعتصم اللي جا بعض مجموعه من التضحيات ووقفات احتجاجيه كانت نتيجه لتاسيس مكتب نقابي، المطالبه ببعض تسويه ملفنا العالق منذ اكثر من 15 سنه، وكانت النتائج كلها سلبيه، بالاخص لما تدخلت السلطه المحليه فاشرفت على الحوارات، 4 حوارات 30 مارس. شنو الاداره اللي عندكم معها مشكل؟ الاداره هي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكاله، التي استغلت هذه الفئه اكثر من 15 سنه نظرا لفراغها لنقص في الامكانيات البشريه واللوجستيكيه، فاستغلتنا طول هذه المده. لما طلبناها بالتسويه فاجأتنا بأن لها صفقات مع شركات، وهذه الشركات مشبوهة وعائلية وتهدر المال العام، وتساعد في نتيجة هذه الزبونية، تساعد في كثرة من المشاكل. ما هو أفق هذا الاعتصام؟ وهل تعتزمون تنظيم محطات أخرى أكثر تصعيدا حالة عدم الاستجابة لمطالبكم؟ هذه بداية المحطة النضالية الجديدة، سنقوم بخطوات تصعيدية مستقبلية ابتداء من هذا المعتصم، من ميدان هذا المعتصم. اليوم قمنا باقتحام الإدارة وسنستمر في اقتحام الإدارة. من بعد اليوم كانت هناك خطوة، بعض اثنان من الإخوان قاموا بالإضراب على الطعام لمدة 48 ساعة، كانت إضراب إنذاري، ومن بعد سنقرر في الدخول في أشكال نضالية تصعيدية. هل تلمسون أي تجاوب من طرف الجهات المعنية سواء الإدارة أو السلطة؟ الإدارة استعملت الأذن الصماء من بعد ما قمنا بهذه التضحيات. الآن الإدارة تعتمد على سياسة الأذن الصماء لإفشال وإحباطنا، ونحن صامدون صامدون صامدون. تحية نضالية وشكرا.